فكرة إنه العالم اللي بنعيش فيه النهاردة بمدنه العملاقة والتكنولوجيات الحالية ممكن يصحى في يوم يلاقي نفسه مجرد أطلال، فكرة تبدو سينمائية جداً. بس الحقيقة التاريخ بيقول إنه ده السيناريو الطبيعي والمتكرر اللي حصل لأقوى مننا. في لغز غريب جداً في التاريخ الإنساني بيحير أي حد يتعمق في مسار الحضارات العظمى اللي حكمت الكوكب في وقت من الأوقات. لما مجتمع بينجح ويكبر ويحقق إنجازات ضخمة، طبيعي نفتكر إنه بقى أقوى وأبعد عن الانهيار. بس الحقيقة المرة هي العكس تماماً. الحضارات العظمى في الأغلب مش بتهدها قوة خارجية، دي بتقع تحت وزنها هي. بتوصل لمرحلة من التعقيد المفرط hyper complexity، وده بيكون بداية النهاية. المشكلة إنه التعقيد في حد ذاته مش وحش، هو السبب اللي خلى الإنسان يبني مدن ويطور علوم. الأزمة هنا إنه كل حل بيطلع بيخلق في نفس الوقت مشكلة جديدة محتاجة حل أجدد، فالمجتمع يفضل يزود في قوانين ومؤسسات بشكل تراكمي لحد ما يلاقي نفسه بيصرف معظم طاقته وموارده مش علشان يتقدم، لكن عشان يحافظ على التعقيد اللي بناه بإيده. هنا السيستم بيقع في فخ اقتصادي خطير اسمه العوائد المتناقصة diminishing returns. يعني تكلفة الصيانة وإدارة الطبقات المعقدة دي بتبقى أعلى بكتير من العائد الفعلي اللي بيرجع على المجتمع. لو بصيت مثلاً على الإمبراطورية الرومانية الغربية، دي كانت القوة الأعظم وقتها، متحكمة في التجارة والجيوش وعملت أكبر شبكة طرق في العالم القديم، وفضلت مسيطرة لقرون طويلة لحد ما انهار الجزء الغربي منها تماماً سنة 476 ميلادي. روما وسعت جداً، وعشان تدير المساحات الشاسعة دي كلها خلقت نظام إداري ضخم بنسميه bureaucracy، البيروقراطية. آلاف الموظفين، الحكام والقادة العسكريين في كل قارة، وكل دول محتاجين مرتبات ومصاريف ضخمة ومستمرة. طول ما روما كانت بتتوسع وتسيطر على ثروات شعوب جديدة، كان في سيولة وذهب بيدخل يغطي المصاريف دي. بس لما التوسع وقف والحدود ثبتت، الذهب الخارجي خلص، وتكلفة صيانة الإمبراطورية وموظفيها فضلت زي ما هي بل وبتزيد. الحل اللي لجأت ليه الحكومة الرومانية وقتها كان كارثة. بدأوا يقللوا نسبة الفضة الحقيقية في العملة بتاعتهم عشان يسوقوا فلوس أكتر بس مغشوشة ويدفعوا للجيش والموظفين. النتيجة كانت التضخم المفرط hyperinflation. الفلوس فقدت قيمتها، الأسعار ولعت، والفلاحين سابوا أراضيهم لأن الضرائب بقت أعلى من إنتاج الأرض نفسها. روما بقت من جوه مجرد هيكل عظمي مفلس. فلما هجمت عليها قبائل بسيطة زي الفاندلز، واللي بالمناسبة بسبب تخريبهم لروما وقتها جت كلمة فانداليزم اللي معناها التخريب، الإمبراطورية انهارت لأنه السيستم ما كانش فيه أي مرونة مادية أو بشرية تستحمل الصدمة. نفس السيناريو ده اتكرر بشكل تاني في حضارة المايا، وتحديداً في الفترة ما بين سنة 250 وسنة 900 ميلادي. المايا وصلوا لقمة العلم في الفلك والرياضيات، وبلغوا مرحلة من الغرور العمراني خلتهم يهدوا الغابات الاستوائية عشان يبنوا مدن حجرية ضخمة تسع الأعداد الهائلة من البشر. مع التوسع السكاني والطلب المتزايد على الإنتاج، جردوا الأرض من أشجارها بشكل قاسي، مش بس عشان يزرعوا، ده عشان يحرقوا الخشب ويصنعوا منه الجبس الأبيض الفخم اللي بيدهنوا بيه قصورهم ومعابدهم. الإفراط ده غير النظام البيئي ولخبط مواسم نزول المطر، وعمل موجة جفاف طويلة وقاسية استمرت لعقود. وهنا ظهرت مشكلة اجتماعية وسياسية خطيرة بنسميها elite isolation، يعني عزلة النخبة. الملوك والكهنة كانوا عايشين في قصورهم المعزولة، منفصلين تماماً عن واقع الفلاح اللي أرضه نشفت ومش لاقي ياكل. وبدل ما يدوروا على حلول عملية لمشكلة المناخ والموارد، لجأوا لزيادة التعقيد. طلبوا من الشعب يبني معابد أضخم ويقدموا قرابين أكثر للآلهة عشان المطرة تنزل. النخبة فضلت متمسكة بامتيازاتها ومصاريفها لآخر لحظة، لحد ما الشعب جاع أكتر وتعب وفقد الإيمان بالسيستم كله وبالسلطة الحاكمة، وسابوا المدن الفخمة دي تتحول لخرابة وهجروا. ولو رجعت أقدم شوية في التاريخ لبلاد الرافدين، وتحديداً من حوالي 5000 سنة، هنلاقي الحضارة السومرية أول ناس عملوا مدن حقيقية واخترعوا الكتابة. السومريين واجهوا مشكلة طبيعية وهي جفاف الأرض البعيدة عن الأنهار،
وحلوها بابتكار هندسي عبقري في وقتها. عملوا شبكات ري عملاقة وقنوات مائية ممتدة بتوصل المياه للأراضي الجافة بشكل مستمر لزيادة المحاصيل وتغذية المدن. مع مرور السنين الري الكثيف والمستمر ده وسط بيئة صحراوية وحرارة جو مرتفعة أدى لظاهرة بيئية مدمرة اسمها تملح التربة. المية كانت بتتبخر والملح المدفون في أعماق الأرض يفضل يطلع على السطح ويتراكم سنة ورا سنة لحد ما التربة تسممت ومبقتش تطلع قمح. السومريين عشان يحلوا الأزمة دي ما غيروش أسلوبهم، بل زودوا تعقيد شبكات الري وغيروا نوع المحاصيل للشعير لأنه يستحمل الملوحة أكثر من القمح. ده كان مسكن مؤقت، والتعقيد الهندسي الزيادة أجل الكارثة لكنه ما حلهاش لحد ما الأرض ماتت وعجزت عن إنتاج أي شيء، فحصلت مجاعات مهولة هدت المنظومة الاقتصادية والسياسية بالكامل، واختفت الحضارة السومرية من التاريخ. الغريب إنه الحضارات الثلاثة دي كانت مختلفة في كل حاجة، لغة مختلفة، قارات مختلفة، وفي أزمنة مختلفة كمان. مع ذلك النهاية كانت شبه بعض بشكل يدعو للتأمل، كأن التاريخ بيكرر نفس المعادلة كل مرة: نجاح ثم تعقيد ثم هشاشة ثم انهيار. الواقع التاريخي بيقول إنه الانهيار مش معناه إنه البشر بيموتوا كلهم في يوم واحد بسبب كارثة مفاجأة. اللي بيحصل هو عملية مؤلمة وصعبة جدا اسمها التبسيط القسري Forced Decomplexification. لما الحكومة المركزية بتفلس والخدمات بتقف والعملة بتبوظ والأمان بيختفي، المدن الكبيرة المكتظة بالسكان بتفقد فوراً سبب وجودها، لأنه مفيش أكل بيجيلها من برا ومفيش شبكة تجارة بتشغلها، فالناس بتضطر تسيب البيوت الفخمة وتهرب للريف أو للجبال ويرجعوا لأبسط أشكال الحياة، زراعة يدوية بسيطة لمجرد البقاء على قيد الحياة. الصدمة الأكبر في المرحلة دي هي فقدان المعرفة. العلوم والهندسة والفلسفة والكتابة المتقدمة ممكن تختفي لعدة أجيال، لأنه لما يبقى المجتمع كله بيجري ورا لقمة عيشه وبيحارب عشان ما يموتش من الجوع، مفيش حد بيبقى عنده رفاهية أو وقت إنه يعلم ولاده فلك أو إدارة. التاريخ بيتنسي والمعرفة بتموت والمجتمع بيرجع لنقطة الصفر بشكل بدائي. الانهيار في التاريخ نادراً ما بيكون انفجار ضخم بيحصل في يوم واحد، هو غالباً بيبقى سلسلة تنازلات صغيرة، خدمة بتختفي، مؤسسة بتضعف، عملة بتفقد قيمتها، والناس بتتأقلم كل مرة مع وضع أسوأ شوية من اللي قبله، لحد ما تكتشف إنه المجتمع اللي كانت تعرفه اختفى من غير ما تحس باللحظة اللي اختفى فيها فعلاً. لو بصينا على واقعنا النهاردة بوعي حقيقي هنكتشف إننا مش بعيد عن الفخ ده، بل إحنا عايشين في أكثر وقت معقد ومتشابك في تاريخ البشرية كله. العالم المعاصر قائم على نظام عملاق وحساس جدا اسمه سلاسل الإمداد العالمية Global Supply Chains. الموبايل أو اللابتوب اللي بتشوفني منه النهاردة عشان يتصنع ويوصلك لإيدك محتاج مواد خام وقطع غيار دقيقة بتلف على أكثر من 10 دول، وتعتمد على مصانع محددة جدا في العالم وممرات بحرية ضيقة وأنظمة مالية، وكلها لازم تشتغل في نفس اللحظة. إحنا وصلنا لدرجة كفاءة إنتاجية عالية جدا، بس الكفاءة القصوى دي جت على حساب المرونة والأمان. لو حصلت حرب أو وباء أو أزمة طاقة في مكان معين، السيستم العالمي كله بيتشل. فجأة رفوف محلات بتفضى وأسعار بتتضاعف ومصانع كاملة بتوقف إنتاج. في أزمة المايكروتشيبس مثلا، الرقائق الإلكترونية اللي العالم مر بيها مؤخرا، لما مصانع تايوان اتعطلت، خطوط إنتاج العربيات والأجهزة في أوروبا وأمريكا وقفت تماما لشهور طويلة، لأن العالم كله معتمد على بقعة جغرافية واحدة. وبدل ما نبسط المنظومة، رحنا نعمل برامج ذكاء اصطناعي وحلول رقمية أعقد عشان تدير السلاسل دي. نفس الشيء في المنظومة المالية العالمية، زي ما روما غشت العملة زمان، النهاردة الاقتصاد قائم على ضخ تريليونات الدولارات الرقمية وخلق ديون افتراضية ملهاش أي أساس حقيقي في أرض الواقع. شقة عمرك وفلوسك بقت مجرد أرقام بتتحرك على شاشة موبايلك. السيستم المالي ده لو هنج أو عطل ساعة واحدة، كارت الفيزا وفلوسك اللي محوشها يبقوا حتة بلاستيك ملهاش أي قيمة وما تعرفش تشتري بيها حتى رغيف عيش.
إحنا بقينا معتمدين بشكل كامل على تكنولوجيا وأنظمة لو فصلت عنها الكهرباء أو الإنترنت لأسبوعين 2 بس، المدن الحديثة الضخمة هتتحول لأماكن غير قابلة للحياة، لأن معظمها ما بتنتجش احتياجاتها الأساسية بنفسها. الأكل جاي من قارة تانية، والمية معتمدة على محطات ضخ، والفلوس على سيرفرات، ومعظمنا النهاردة ما يعرفش إزاي يزرع أو يطهر مية يدوياً أو يعيش يوم واحد برا السيستم المعقد ده. إحنا بنكرر نفس الغلطة، بس المرة دي على مستوى العالم كله، وفاكرين إن التكنولوجيا هتخلينا خارج قوانين التاريخ. التاريخ عمره ما كان بيعاقب شعب لأنه أقل ذكاء أو تطوراً. التاريخ بيعاقب المجتمعات اللي فقدت مرونتها وبقت معتمدة على منظومة معقدة لدرجة إنها ما تعرفش تعيش من غيرها. الوعي الحقيقي والدرس المستفاد بيتلخص في حقيقة واحدة: الحل مش هو زيادة التعقيد والاعتماد الأعمى على الأنظمة الضخمة، الحل هو المرونة والقدرة على الصمود. لازم الدول والمجتمعات وحتى الأفراد يستوعبوا إنه مش دايماً الأكبر والأعقد هو الأفضل والأأمن. الحل الحقيقي بيبدأ من تبني مبدأ decentralization، اللامركزية. يعني بدل ما نكون معتمدين بنسبة 100% على شبكة واحدة عملاقة للأكل أو الطاقة أو المال، يبقى عندنا بدائل محلية بسيطة تقدر تكمل الحياة وقت الأزمات. القوة الحقيقية لأي حضارة عمرها ما كانت في حجمها، كانت دايماً في قدرتها إنها تكمل لما الظروف تتغير. والتاريخ من آلاف السنين لحد النهاردة مازال بيكرر نفس الرسالة: اللي ما يتعلمش من انهيارات اللي قبله غالباً هيبقى هو اللي عليه الدور. أتمنى الحلقة تكون مفيدة وتعجبكم. أنا ريم، ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.